السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه واسعد حال. ان شاء الله هعمل النهارده اكله اقتصاديه من الملف بتاعنا واكله خفيفه جدا وجميله. هعمل الكشري، اتمنى ان هو يعجبكم. تعالوا معانا نشوف الطريقه ونشوف المقادير. ازيكم يا حبايبي؟ السلام عليكم، عاملين ايه النهارده؟ انا كده محتاره، عاوزاكم تقولوا لي اعمل ايه. عيالي عاوزين كشري، وبعدين انا بدور في التلاجة ما لقيتش غير الحاجات دي عندي. هتنفع بقى وتكفي ولا ايه؟ طبعا انا لقيت عندي شويه العدس بجبه دول، وكنت انا مسلقاهم وحطاهم في الفريزر فطلعتهم. ولقيت عندي نص يعني ربع كيس من المكرونه دي وشويه من المكرونه ديت. ولقيت عندي كيس دول، والبصل طبعا موجود عندنا، وحبيتين الطماطم دول، وقلت اكمل بشويه الصلصه اللي عندي دول برضو. فقلنا نعمل بقى منهم كشري. تعالوا نشوف هنعمل ايه بقى. اول حاجه طبعا هنحط الميه على النار عشان نسلق المكرونه. انا هنا حطيت الميه يا حبايبي، وحطيت فيها شويه ملح، وحطيت هحط بقى كمان ايه معاها علشان نضمن ان هي ما تعملش المكرونه ما تعجنش مننا. اول حاجه هنا معايا نص ليمونه، هعصر عصره ليمونه كده في الميه. اي مكرونه مهما كانت ردقتها الليمون مش هيخليها تعجن. بس كده خلاص، عصرتين كده. حتى الليمونه لسه فيها اهي، هستعملها بعد كده. عصرت فيها عصره ليمونه، وحطيت فيها شويه ملح، وحطيت الميه عشان تغلي عشان نسلق المكرونه. وهدور برضو تاني في العلبه اللي فيها المكرونه بتاعتي، اشوف في مكرونه تانية ولا لا عشان ايه استخدمها. يا حبايبي، لقيت مكرونه من دي، حطيت منها شويه، ومن دي ودي، والمكرونه اللي هي سباجيتي. وبقى عندي تشكيله مكرونه، ودي تنفع برضو دايما يا حبايبي في اخر الشهر او في اي وقت. لو انت عندك مثلا من كل كيس شويه كده بتعينيهم وتروحي جايه واخداهم وحملاهم كشري، بيبقى جميله جدا. ودي اكله اقتصاديه طبعا من ملف اكلاتنا الاقتصاديه اللي انا قلت لكم عليها. وهنشوف هنعمل ايه. هقطع البصل وارجع لكم على بال ما الميه تغلي عشان احط فيها المكرونه. البصل يا حبايبي كده انا قطعته وحطيت عليه رشه دقيق زي ما انتم شايفين بالمنظر دوت، وولعت على الزيت عشان الزيت بتاعه هو اللي انا هستخدمه في كل الكشري. يا حبايبي كده انا حطيت البصل في الطاسه عشان احمره، ومعايا هنا مناديل تنشيف اطلع عليها البصل علشان ما يشربش الزيت. وطبعا الزيت دوت انا حاطاه زيت اكل مش زيت قلي، علشان اعمل بيه حبايبي الكشري بتاع الرز، وهعمل مكرونه وهعمل الصلصه كلها من الزيت دوت. وغير كده كمان انت حتى لو مش هتستعمليه هتوديه فين؟ هترميه فخساره. لا، احنا هنقلي فيه، وفي نفس الوقت هيبقى واخد طعم البصل، هيبقى طعمه جميل جدا، وهيديكي نكهه للكشري بتاعك. نكهه جميله جدا وحاجه جديده وحلوه. انا حبيت اقول لكم على الفكره ديت قبل ما اخلص البصل. فانا هحمر البصل واطلعه واوريه لكم. حبايبي كده زي ما انتم شايفين اهو، سامعين صوته؟ ده صوت البصل مقرمش وجميل جدا. طلعته زي ما انتم شايفين كده، وطبعا ما اتحروش، لونه جميل زي ما انتم شايفين، اللون الكهرماني الحلو قوي دوت. وهنا ده الزيت اللي هو فاضل معايا من القليه، ده اللي هعمل بيه الرز وهعمل المكرونه وهعمل الصلصه. فحبيت اعرفكم بس ان انا هعمل ايه. طبعا هنا الميه كده غليت، وحطيت المكرونه المتشكله زي ما انا وريتكم، وهقلبها كده لحد لما تستوي. انا هنا كده حبايبي حطيت شويه زيت وشعريه عشان احمرها عشان الرز بتاع الكشري. كده حمرات الشعريه، ومعايا الرز زي ما انتم شايفينه غسلاه، والعدس اهو معايا كان مسلوق قبل كده. طبعا لو انت بقى مش عندك عدس مسلوق جاهز، انت هتسلقيه ماشي يا غاليه، وهتاخدوا الميه بتاعه السلق وتسقي بيها الرز كده. حلو قوي اللون دوت. هبدا انزل عليها كده بالرز زي الرز عادي اللي احنا بنعمله، رز الشعريه، وهقلبه كده. طبعا انا غاليه الميه اللي انا هسقي بيها الرز، اللي هي الرز المصري اللي هو كوبايه وكوبايه. انا بفكر حبايبي اللي هو الصغيرين اللي ما يعرفوش لسه، زي ما انت شايفه كده. حطي شويه ملح بقى معاها كده حبيبتي، وتقعدي تقلبي فيه كده بس شويه لحد لما الرزايه تبيض عشان ما يعجنش منك. قلنا هنحط الميه بس ايه شويه بس كده نحمر الرز الاول. كده حبيبتي الرز اتحمر معايا. هبدا ان انا انزل عليها كده بالميه زي ما انت شايفه اهو كده حبيبتي. انا هغطي عليه بقى ايه لحد لما يستوي، وقبل ما يتشرب كده، وقبل ما اوطي عليه خالص النار هبدا انزل عليه العدس وهقلبهم مع بعض. كده حبايبي كده اتشرب. هبدا ان انا انزل عليه بقى بالعدس،
اقلبه بقى مع بعضيه واوطي عليه زي الشمع اهو كده يا حبايبي. سبتها وقلبتها بالمنظر دوت ووطيت عليها زي الشمع. حبيت اوريهولكم. هغطي عليها بقى واسيبه يكمل سوا. اهي يا حبايبي هنا ده الزيت اللي انا قليت فيه البصل اللي انا قلت لكم عليه. طبعا المكرونه كده استوت انا صفيتها ورحت جايه حاطه هنا حبايب قلبي. حطيت بسم الله الرحمن الرحيم حطيت شويه هنا حبايبي. حطيتها زي ما انا قلت لكم كمون وملح وحطيت بهارات مشكله وشويه الزيت طبعا دوت البصل. بعدين حطيت المكرونه وقلبتها زي ما انتم شايفين بالمنظر دوت. هسيبها بس ما فيش 3 4 دقايق كده. وظبطت الملح بتاعها طبعا. وبعد كده ايه هطفي عليها وابدا ان انا اعمل الصلصه معاكم. معايا طبعا هنا في الخلاط حبتين طماطم اللي قلت لكم عليهم وشويه الصلصه وحطيت شويه ملح. وحطيت هنا معايا دول 3 فصوص ثوم كده زي ما انتم شايفين. هفرمهم واحط بقى طبعا لما اجي احطها على النار هحط معاها شويه كمون وشويه كزبره ناشفه. اهو كده يا حبايبي انا حطيت الزيت والطماطم اتعصرت. هبدا ان انا انزل لها كده اهو. انا بحب اعملها ني في ني. محبش احمر ليها تومه ولا اسبك ليها حاجه ولا اي حاجه عشان تبقى خفيفه وفي نفس الوقت ما تتعبناش. انا هنا حبايبي حطيت كزبره ناشفه وحطيت كمون وحطيت ملح وحطيت بهارات مشكله وحطيت فلفل اسود. هسيبهم بقى كده اقلبهم في بعضيهم واغطي عليهم بقى واسيبهم يتسبكوا وبعدين نعمل الشطه مع بعض. حبايبي هنا انا كان معايا اللي هي دقه بتاعه الكبسه اللي هي توم وفلفل حراق وشويه كزبره وكمون وملح. وطبعا الشطه فيها عاليه جدا والطماطم. فانا دي اللي هستخدمها في الكشري بتاعي. اعمل بيها الشطه اللي هي بتاعه الكشري لانها حراقه جدا. هحط شويه زيت من اللي هي بتاعه البصل اللي انا عملته وهبدا انزل بيها بالطماطم دي عشان تتسبك. وطبعا فيها شويه خل نسيت اقول لكم. هنا معايا طبعا شويه الزيت اللي انا قلت لكم عليهم وزدت عليهم كده شويه الشطه وهحط معاها كمان معلقه شطه حراقه وازودها شويه ميه صغيره. انا زودتها شويه الشطه انتوا شايفينهم يا حبايبي وحطيت شويه ميه اهي كده. وهبدا ان انا اقلبها كده. طبعا الملح بتاعها انا ضايقاه. هبدا اغطي عليها بقى واسيبها تتسبك. دي الشطه بتاعتي وهعمل الدقه معاكم. الدقه هنا حبايبي معايا كام فص توم زي ما انتوا شايفين كده على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. ومعايا معلقه توم كبيره قصدي معلقه كمون كبيره ومعايا معلقه كزبره ومعلقه ملح برضو. واحط بقى طبعا هنا البطل بتاعي هو الخل. لو معاكي قرن فلفل كويس قوي. حطيت هنا شويه خل كده حبه حلوين وهزودها طبعا شويه ميه عشان ما تبقاش لازعه قوي شويه صغيره برضو. وهفرمهم كويس قوي وانعمهم وهي ديت هتبقى الدقه بتاعتي. والدقه اهي يا حبايبي خلصت بقت جاهزه معايا. والحاجه كلها خلصت. هطبقها بس معاكم. انا حبيت بس حبايبي اقول لكم ان انا طبعا هنا حاطه الرز اللي بالعدس اهو زي ما انتم شايفين. يا رب يكون واضح لكم شايفينه. وبعد كده حطيت المكرونه. هحط عليها طبعا الايه بقى احط شويه صلصه الاول. انا بقدمه يا حبايبي بالشكل دوت زي ما انتم شايفين. حطيت الصلصه الاول بعد كده حطيت اللي هو البصل اللي معانا المتحمر اهو زي سامعين البصل لسه ما شاء الله اهو جميل جدا ومقرمش. وبقدمه كده بحطه كده بعد ما اعمل الطبق كده. بحط الصوصات اللي هي دي الشطه معايا اللي عملتها. قلت لكم عملتها ازاي. كنت عاملاها بالثوم وحاطه فيها كزبره وحاطه فيها كمون وحاطه فيها خل وفلفل حراق اللي هو الفلفل الاحمر اللي هو الطازه حراق جدا وفرمان مع بعض في الخلاط مع حبايه طماطم. ورحت جايه عاملاهم. كانت عندي كنت عاملاها زي الصوص بتاع الكبسه كانت فاضله عندي. فعملتها على النار مع زودتها شويه شطه اللي هي بودره وشويه ملح وحطيتها على النار مع شويه ميه وغليت. فبقت حراقه جدا وحطيتها بالمنظر دوت واستفدت منها بدل ما ارميها. دي طبعا الدقه عملتها معاكم زي ما انتم عارفين يا حبايبي. التومه والكمون والملح وزي ما انا قلت لكم. ودي طبعا الصلصه بتاعتي. نسيت اقول لكم ان انا حطيت معاها معلقه سكر عشان طبعا الطماطم. وقدمته بالمنظر اللي انتم شايفينه دوت. يا رب الكشري بتاعي يا حبايبي يكون سهل ويكون جميل وخفيف وتعملوه وتقولوا لي رايكم ايه. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب واشتراك في قناتي قناه مطبخ ام كريم كوكي. واستودعكم الله مع الف سلامه.